السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده هاعمل معاكم التومية، طريقة سهلة وبسيطة جدا ومش هتاخد معاكي اي وقت، وهاقول لك بقى على كل حاجة فيها ان شاء الله. ريحة التوم النفاذة دي اللي بتبقى في التومية هاقول لك ازاي تبقى ريحة مش ظاهرة. ولو تقلت معاكي هتعالجيها ازاي، ولو بقت خفيفة برضه هتعملي ايه معاها، وازاي نخلي وازاي الزيت ما يفصلش منك. كل ده إن شاء الله هاقوله معاكم وإحنا في قلب الفيديو. أنا حطيت هنا كوباية مَيّة وحطيت عليها معلقتين نشا، أنا كنت هاعمل كمية صغيرة عشان ما تقعدش عندي في التلاجة كتير، لإن هي أكتر من 3 أيام هتلاقيها طعمها اتغيّر بقى أو يعني أخدت ريحة من التلاجة، فمش باسيبها أكتر من 3 أيام في التلاجة. أنا هنا حطيت كوباية مَيّة وحطيت عليهم معلقتين نشا، قلّبتهم الأول على البارد وبعد كده رفعتهم على النار، طول ما هُم على النار بقى بافضل أقلّب فيهم كده، ما باشيلش إيدي منهم خالص. أنا دلوقتي كده مسرّعة الفيديو علشان برضه ما ياخدش وقت. بافضل أقلِّب فيهم كده لحد القوام بتاع النشا ده يتقل معايا، ويكون النشا ما لهاش ريحة، تكون استوت، عشان لو النشا لسه ما استوتش هتعمل ريحة في التومية مش هتبقى حلوة خالص. كده أنا عمّالة أقلِّب أهوّة لحد ما تتقل معايا تعمل فقاعات كده وتلاقيها تقلت معايا، خلاص هاطفي عليها. ولو حسيتِ إن هي خفيفة شوية ممكن تقلِّبي حبّة نشا صغيرة كده في شوية مَيّة قليلين وتحطّيهم عليها وأنتِ بتقلِّبي برضه كده. خلاص هي تقلت معايا خالص أهي، تنزل بقى بالعافية خالص من على المضرب، تقلت يعني خلاص. كده بقى أنا هاطفي النار وهافضّيها في الطبق ده، أنا هافضّيها في الطبق ده عشان تبرد بسرعة. ليه بقى؟ عشان إحنا مش عايزين الزيت يفصل منها، لو حطيتيها سخنة هتفصل الزيت، هتيجي تحطّي الزيت هتلاقي الزيت فصل بعيد خالص عن التومية، هتلاقي الزيت لوحده والتومية لوحدها. فعشان كده إحنا لازمًا نبرّد النشا دي خالص، تبرد خالص ما يكونش فيها أي حرارة. أنا فضّيتها في الطبق وغطّيتها عشان بس ما تعملش قشر كده من على الوش. سِبتها ما خدتش حاجة، لإن الطبق طبعًا خفيف اللي هو الإزاز ده بيبقى مش تقيل أوي، ما بيشيلش حرارة يعني بيبرد بسرعة، الحرارة بتاعته بتبرد بسرعة، والرخامة كمان بتبقى ساقعة فبتخلّيه يبرد معايا بسرعة. خدت بقى النشا ديّة اللي أنا حضّرتها دلوقتي حطيتها في الخلاط، وأحط عليها معلقتين كبار زبادي، ما تكتريش عن كده عشان ما تبقاش خفيفة معاكِ، معلقتين كبار زبادي. ولو خفِّت أوي معاكِ برضه هاقول لِك تعملي إيه دلوقتي. هاحط برضه هنا دي ربع معلقة توم صغيرة مش نُص ولا حاجة، بس لإنها مفرودة في قلب المعلقة. يعني ممكن فصين بس توم، ده بقى اللي مش هيخلّي طعم التومية حلو معاكِ، ومش هيخلّي ريحة التوم ظاهرة أوي. أنا باحب التومية بس ما كنتش باحب آكلها عشان التوم، من ساعة ما بدأت أعملها بالطريقة دي وأحط توم قليل، بصراحة بقت عاجباني وطعمها بقى حلو. حطيت معلقتين عصير ليمون بس مش مليانين أوي، وملح برضه ما تكتريش، نُص معلقة صغيرة أو أقل من نُص معلقة كتاني، لإن إحنا عاملين كمية صغيرة ما تكتريش ملح، قللي الملح وإن احتاجت معاكِ هتحطي لها أحسن ما تحطي كتير والحاجة تبوظ معاكِ. أنا بقى كده هاضرب المكونات اللي أنا حطيتها دلوقتي هاضربها كده في الخلاط، يعني هاضربها خالص لحد ما تنعم معايا خالص، وبعد كده هانزل عليها بالزيت. زي ما قُلت لِك بقى لو لقيتِ القوام خفيف معاكِ هتجيبي معلقة نشا، كل ما أنا باضربها دلوقتي في الخلاط باقلبها بالspatula أهي عشان كلّه يتضرب معايا، بانزّل كل اللي على الجوانب ده عشان يتضرب. فبقى لو لقيتيها خفِّت معاكِ هتجيبي معلقة كبيرة نشا على نُص كوباية مَيّة، وتقلبيها برضه في الحلة أو في طبق، تقلبيها على البارد وبعدين تحطيها على النار. بعد ما تتقل معاكِ زي خليط النشا اللي إحنا عملناه، تحطي قطعة كده لحد القوام اللي أنتِ حاباه في التومية دي. أنا بعد ما ضربته بقى دلوقتي بانزل بالزيت، يعني يخلّيه سرسوب، خيط رفيّع كده خالص زيت. أنا كنت باحطه بالكوباية بس كنت باحرّص إنه ما ينزلش كلّه مرّة واحدة، كنت باخلّيه خيط بس كده. ضربتها بقى لحد القوام ده، هي طبعًا هتتقل معايا أكتر من كده لمّا أحطها في التلاجة، القوام دلوقتي لسه خفيف. زي ما قُلت لِك لو القوام حسيتِ إنه خفيف هتدوّبي النشا كمان في شوية مَيّة وتحطّيهم على النار وتسيبيهم برضه يبردوا وتحطّي قطعة، قطعة، بعد ما حطيتِ الزيت عادي هتتقل معاكِ. لو طلع تقيل بقى أوي، أنا قبل كده عملته وطلع تقيل معايا جدًا، حطيت عليه حوالي معلقتين لبن، بصراحة اللبن برضه خلّى طعمه حلو أوي وخلّى القوام بتاعه مضبوط. فده هتقدري تعالجيه وده هتقدري تعالجيه إن شاء الله وما فيش حاجة هتبوظ معاكِ. ودي التومية، ويا رب إن شاء الله تكون طريقتي في التومية عجبتكم، وتكون الفيديوهات بتاعتي كده إن شاء الله بتعجبكم، وأتمنى بقى ما تنسوش اللايك، ومع ألف سلامة، سلام عليكم.